عشان تاخدي بقى نتائج زي الفرن الآلي تحطي التلج تحت المخبوزات وتقفلي وخدي بقى احلى تسويه. هتطلع معاكي النتيجه العظمه دي. شايفين فينو يتحط في الفاترينا اكنه مخبوز في فرن آلي. وعملت شويه محسن خبز بقى موجودين في كل بيت، سهل وجميل وهيطلع معاكي مخبوزات تحفه. ولا المولتو اللي بالجبنه ده، الباتيه اللي بالجبنه ده، وكايزر، كل ده يا جماعه بنص كيلو دقيق فقط لا غير. عملت كل الاشكال والاصناف دي، 6 رغيفه فينو، وعملت بسمسم، وعملت كايزر، وعملت رغيفين من غير سمسم، وعملت 3 سندوتشات باتيه مولت، سموه بقى مولتو او سموه باتيه براحتكم خالص، بالجبنه، عجينه هشه وقطنيه. وهقول لك تكنيك التسويه الصح. ووداعا للوقفه على الافران بقى والفلوس الكتير اللي بندفعها في حته الرغيف المسحلل الصغير، شويه ميه ودقيق وخميره هتطلع معاكي العظمه دي. بس في تكنيك كده بسيط وفي طريقه تسويه ومحسن خبز هو اللي هيظبط معاكي. تابعي معايا عشان تعرفي السر. جبت نص كيلو دقيق بس يا جماعه، ونزلت عليه بمعلقتين سكر، ونزلت بمعلقه خميره فوريه ورشه ملح صغيره، وهضرب المكونات الجافه دي كلها مع بعض. هجيب بقى محسن الخبز اللي هو عباره عن ايه، نص معلقه صغيره بيكنج باودر عليها معلقه صغيره خل، بس كده، واقلبهم مع بعض وانزل بيهم على الدقيق على النص كيلو. خلاص هبتدي انزل بقى بمعلقتين زيت كبار كده، زيت طعام ما يكونش ليه ريحه. وهنزل بقى بكوبايه ميه دافيه ما تبقاش سخنه عشان الخميره ما تموتش. النص كيلو بياخد من كوبايه الا ربع الكوبايه، هي اخدت معايا كوبايه. انا عايزه العجينه ما تبقاش ملزقه وطريه، تبقى ناشفه نوعا ما عشان تعرف تتشكل معاكي وتنفخ معاكي في الفرن. اهي تبقى كده، ما تبقاش ملزقه خالص. تمام. طبعا هي كانت سايحه من العجان بس هي انشف من كده بشويه. هبتدي بقى اظبطها كده واغطيها واسيبها تخمر. خمرت وارتفع قوامها، هعمل بقى هفرد على زيت مش على دقيق يا جماعه. طبعا عامله لكم في البلكونه، قلنا يعني قلت ايه تغيير كده عشان المنظر الحلو دوت، والاضاءه في البلكونه بتبقى حلوه بالنهار قوي. هاخدها بقى اهبط منها الخميره كلها تاني واشغل عشان تشتغل تاني معايا لما اجي اشكلها. قطعتها قطع. بصوا كل القطع دي من نص كيلو، هتشوف هشكل منها اشكال وانواع. اول حاجه هنعمل الفينو العادي اللي بالسمسم، هعمله بايدي، لا مردنه ولا جراره ولا اي حاجه. تفرديه كده ماشي بشكل عشوائي كده مستطيل، وتبتدي تتني الحروف كده وتقفلي وتمشي صباعك كده بالراحه. وخلاص على كده تظبطي الجنبين وتحطي في صينيه مدهونه زيت. هنعمل واحده كمان اهي. تمام. وهتحطي يكون بينهم مسافه. طبعا انا كنت عملت كله الاول فينو، رجعت تاني بعد ما عملت كله فينو قلت يا بت نفس الحلقه دي شكل لهم اشكال واصناف. بصوا طبعا، وطبعا ما ينفعش الخبز يبقى كله ملزق في بعضه كده، هيطلع لك زي خليه النحل. فانا رحت ايه انقذت ما يمكن انقاذه. جبت الاول ميه بسكر وقعدت ادهن الوش، يا اما ميه بحليب يا اما بيض على لبن براحتك. وحطيت على السته دول الست رغيفه دول حطيت سمسم، والباقي ده كله خدته شكلته تاني بقيه الاشكال التانيه. هعمل كايزر، ده جه كايزر صغير شويه، هعمل 4 كايزر. بتقرصيه بتكوريه عادي كده بس من غير ما تبططيه ولا حاجه، وتحطيه في صينيه مدهونه زيت. وخدت بقى بقيه العجينه هعمل 3 مولتو. طبعا الكايزر ده انا كنت عملت منه رغيفين ساده كمان. تمام. بصي بقى هتعملي بقى المولتو او الباتيه بقى بالجبنه، هتبتدي تفرديه بشكل مستطيل اكبر كده. هي حته العجينه هنا اكبر من الفينو. وهبتدي اخد كده الجزء الاخراني اشرحه شرايح كده بالسكينه. احط بقى جبنه بيضه، جبنه شيدر، صوابع جبنه موتزاريلا، تحطي سلامي، لانشون، تحطي بسطرمه، اي حاجه. سندوتش محشي كده جميل جدا. وتبتدي تقفلي الاطراف وتلفي كده ترولي كده، هيطلع معاكي المنظر الجميل ده. ايه رايك؟ وتشيليه بالراحه وعلى صاجه مدهونه زيت برضو وتحطيه. عملت 3 منهم. شفتوا بقى كام قطعه؟ عدوا بقى معايا، 6 فينو و3 مولتو كبير ماشي، و4 كايزر و2 فينو من غير سمسم. شفتوا بقى كل ده من نص كيلو دقيق يا جماعه. بجد بجد وفر. البيت اللي من غير دقيق فعلا حلو دقيق. كل ما يبقى معاكي دقيق في البيت كده وتعملي اي حاجه جميله زي امهاتنا ما كانوا بيعملوها بتطلع معاكي زي الفل. حاجه غليت وكل حاجه بقت نار، وغير كده كمان مش ضامنه نظافتها ايه. انت بتعملي بكل حب وادواتك عاملاها ومستخدماها، ولا استخدمنا لبن بودر ولا استخدمنا زبده ولا استخدمنا اي حاجه.
اقتصاديه للاخر، ولا حليب كمان. عملناها بميه وعملناها بزيت، مفيش زبده ولا الكلام ده كله. خلاص هسيب بقى الكلام ده كله لازم يخمر ويتضاعف حجمه. اهو دول الستة اللي انا اخدتهم اللي حطيت عليهم سمسم، على وشهم سمسم، وادي التانيين خمروا. بعد ما يخمروا بقى هدهن دهنه خفيفه قوي كده بالفرشه، حليب بقى او ميه بسكر زي ما عملنا في الفينو، على وشه سمسم، وتعالوا نخبزهم بقى عشان تاخدي بقى نتائج زي الفرن الآلي. اعملي كده، تحطي التلج تحت المخبوزات وتقفلي، وخدي بقى احلى تسويه. بصي جمالهم في الفرن عاملين ازاي، بصي شكلهم وانتفاخهم والريحه. على اعلى تشغلي الفرن بقى على اعلى درجه حراره فوق وتحت. لو عندك شغال، لو عندك بيشتغل تحت الاول يبقى شغلي تحت الاول مده ما تقلش عن تشغلي تحت الاول، وبعد كده ما هو ممكن ياخد لون منه لنفسه، ولو ما اخدش لون تفتحي الشوايه في الاخر، مش هياخد اكتر من 12 دقيقه معاكي. ادي الكايزر والفينو، ده 3 فينو ساده كمان، انا بقول 2 ده 3. ادي الكايزر وادي الفينو الساده. وبصي الجمال، ده كان كايزر نونو كمان، ده انا قلت يا ريتني كنت عملته كبير قوي اللي هو زي بتاع ماك. بصي الجمال ده، انا كنت دهنه وشه بيض على حليب كده، علشان كده طالع وشه ملمع. وادي الفينو الساده، يعني بص عامله لكم موسوعه بنص كيلو، عامله لكم كل الانواع المختلفه من عجينه للمخبوزات من نفس عجينه الفينو. طلع اول ما يطلع كده دهنيه بميه بقى، او بخي عليه ميه او دهنيه بحليب. انا دهنته بحليب ومعلقه سمنه كده سايحه حلوه او زبده سايحه، وغطيه بقى يا ست الكل. لازم يغطى عشان هيطرى، لانه بيطلع معاكي من الفرن ناشف. ما تخافيش، لازم هو سخن كده تبخي عليه ميه او دهنه حليب ودهنه سمنه كده تلمعه، او دهنه زبده سايحه، وغطي عليه وسيبيه 10 دقايق او 5 دقايق، هيحل على بعضه. وبصي الجمال، تحفه. سبونج بوب يا جدعان، حاجه اسفنجيه كده وتحفه ومنفوخ وجميل. بالله عليكم مش ده احسن من الوقفه على الافران والرغيف غالي؟ والله العظيم انا بقالي كام يوم كل يوم اشتغل لاولادي فيه، دلوقتي دي يمكن المره الرابعه ولا الخامسه ان انا اعمله على التوالي. جميل جدا وسهل، والولاد تصحى الصبح تنزل تاخد تفطر منه كده سندوتش قبل ما تنزل، وخلاص على كده. طبعا دول انتوا عارفين كبار ما بياخدوش بقى سندوتشات معاهم، بياكلوا في الكافيتيريا بس. يعني ايه الحاجه اللي في البيت بنظافه بتفتح النفس والله، وكفايه ريحتها يا جماعه. بصوا سفنج هاشش، يعني خبز قطني ورا زي، بصي الظهر زي الوش كله تحفه. بصي بقى كمان لما نفتحه شوفوا اللبابه، يعني مش اي كلام، يعني مش حاجه ورقه اللي بتجيبيه كده ما تلاقيش ليه قلب اصلا، كله البابه كده وجميل وتحفه، اكنه خبز فرنساوي يا جدعان. بصوا القلب هاشش وجميل ازاي. هسيب لكم المكونات في اول تعليق ان شاء الله باذن الله تحت الفيديو، وما تنسوش تعملوا شير عشان الناس تستفاد بالافكار اللي في الفيديو دي، ويستفادوا بمحسن الخبز اللي انا عملته، وتستفادوا كمان بطريقه التسويه زي المخابز الكبيره. السر اللي اخدته من صاحب مخبز كبير انك تحطي تلج يعمل بخار جامد بسرعه، وده بيساعد معانا في التسويه الصح للمخبوزات. اترككم في رعايه الله، واقول لكم ما تنسوش تدعوا لاخوانكم ربنا ينصرهم ويحفظهم، وما تحرمونيش من كومنت حلو زي قلبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي.